الحقيقة هذه النقطة والشيء بالشيء ذكر. إن من الأخطاء الفاحشة الماشية اليوم بين المسلمين أنهم يظنون أنه في كل يوم عيد مقرون به تعطيل المصالح، وهذا خطأ فاحش. فأنت تجد مثلا في عيد الأضحى يعطلون، في عيد الفطر الآتي يعطلون، في يوم الجمعة يعطلون. كل هذا لا أصل له في الشريعة. العيد بخاصة العيد القابل عيد الفطر هو الصلاة في المصلى وبس. فكما أن الناس عادة يتغدون صباحا ويفطروا في كل أيام السنة ثم ينطلقون إلى أعمالهم، كذلك عليهم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى أن يتابعوا أعمالهم. معيدين، لكن العيد لا يستلزم في الإسلام تعطيل مصالح الأنام. انحراف المسلمين عن دينهم عمليا أفسح المجال لتدخل الحكام في مثل مسألة إيجابهم على المسلمين أن يعطلوا مع النصارى يوم العيد. فلو أن المسلمين بدأوا إذن أن يمارسوا أعمالهم يوم الجمعة، أظن من حل شيء من العقدة في مسألة تعطيل يوم الأحد. وعلى كل حال فيجب نحن نستحضر دائما أنه التكاليف الشرعية دائما منوطة ومربوطة بالاستطاعة. فإذا ما فرض الحكام المشار إليهم آنفا على كل مسلم أن يغلق فلا حول ولا، مادام هو لا يريد هذا. لكن لازم يترقبوا الفرص للخلاص من هذه المخالفة ولو أنهم كانوا مضطرين إليها.